النهارده هنتكلم عن هاتف اي كيو او او نيو 9 برو وهنقول كل حاجه عنه، ولكن لو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه علشان تشوف كل اللي جاي. ويلا نخش في الموضوع بتاعنا النهارده. الجهاز ده هيكون جاي بمعالج سناب دراجون جنريشن 2 اندرويد 14 ببطاريه 5160 ملي امبير ووزن مش كبير خالص 190 جرام، وكسمك للجهاز مش هيكون ازيد من 8.3. بيجي مع العلبه جراب شفاف وكتيب، وهيكون وصلة الشاحن يو اس بي تايب سي، وراس الشاحن هتكون 120 واط، وبيشحن الموبايل كامل في 28 دقيقة، وانه مصنف IP54. وطبعا زي ما شفنا الظهر المميز اللي بيكون نصه ابيض والنص التاني احمر فاتح، وهيكون مصنوع من الجلد الصناعي، وجوانب مسطحة وحواف من البلاستيك، وهيكون ليه مكان لشريحتين الاس اي ام، ومدخل تايب سي اسفل الشاشة، ومخارج صوت، وعلى جنب زرار ايقاف والتشغيل او تعلية وتوطية الصوت، ومن فوق في مكان للنويز كانسلنج والسبيكر. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة هتكون بتدعم ال 144 هرتز في حالة الالعاب، ومع الاستخدام العادي هتكون 120 هرتز كريفريش ريت، وكريزوليوشن هيكون 1.5K، وهتكون جايه بشاشة 6.7 انش LTPO AMOLED، وهتكون جايه بقوة سطوع 1400 نتس، وبتدعم ال HDR10 بلس. استخدام السوبر كومبيوتنج شيب Q1 اللي بيخلي فيه سلاسة في الالعاب ويمنع عننا موضوع الليك خالص، وعلشان كده قلنا الشاشة بتترفع لحد 144 هرتز، وهيكون الاسبكت ريشيو 20:9. وفي 4 اصدارات للجهاز. اعلى اصدار هيكون ب 16 كرامات و1 تيرا بايت كمساحة داخلية، واقل فيرجن هيكون 12 جيجا رامات و256 كمساحة داخلية. من حيث الشبكة والتوصيل هيكون معتمد على شريحة 5G، والشريحة التانية 4G، والواي فاي هيكون واي فاي 7، والبلوتوث هيكون 5.3. في بصمة صباع من الجزء الاسفل الشاشة، وهيكون كمان في بصمة وجه. نتكلم بقى على الكاميرات. في عندنا كاميرتين. الكاميرا الاساسية هتكون 50 ميجا بكسل 920 IMX، والتانية هتكون 8 ميجا بكسل كالترا وايد، وهيكون الصور فيها تكبير لحد 20x، وفي الفيديو هيكون لحد 10x. وفي تقنية تصوير الفيديو بتوصل لحد 8K 30 FPS، وال4K طبعا هيكون فيها ال 30 FPS وال 60 FPS. اما الكاميرا الامامية فهتكون 16 ميجا بكسل. ده كان فيديو بكل المعلومات اللي موجودة او بتوصف الجهاز كله. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتقول لي رأيك في الفيديو تحت في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.